تعالى اقول لكم على طريقه جديده سهله وسريعه هنعمل بيها الفرخه الجميله بتاعتنا دي النهارده. عايزه اقول لكم الطريقه دي طعمها يجنن. انا جبت الفرخه وغسلتها كويس جدا، ما نقعتهاش ولا اي حاجه. الطريقه دي من ابسط الطرق اللي ممكن تعملوا بيها الفراخ. بنبتدي الاول بتقطيع الفرخه من سلسله الظهر علشان يبقى سهل علينا ان احنا نكمل تقطيع، وبعدين بنقطعها 4 تربع. طبعا بنقطع الحتة اللي فيها العظم دي، وبعدين بيبقى سهل جدا ان احنا نفصل الباقي. كل ربع انا هقطعه ممكن نصين، بحيث ان الفرخة تبقى 8 قطع معانا. الجلد الزيادة بتخلص منه، الحتة الزيادة اللي في الجناح دي الرفيعة انا برضو بتخلص منها. لو صدر الفرخة تخين كده ومكلبز ممكن نشرحه كده بالشكل ده بالسكينة. هقطع النص التاني برضو بنفس الطريقة. لو مش حابين تعملوه 8 قطع الفرخة ممكن نعمل فيها تجزيعات بالشكل ده. اهم حاجة لازم تكون فيها فتحات في كل حتة عشان تتشرب التتبيلة اللي احنا هنعملها دلوقتي، لان احنا هنعمل الطريقة دي بطريقة سهلة، يعني مش محتاجين ان احنا نضيع وقت او نسيبها في التنقيع. بعد ما قطعت الفرخة هجيب كمية من البصل. طبعا الكمية دي حسب ما انتوا بتحبوا، يعني حسب حبكم للبصل، بس عايزة اقولكم كل ما هتكتروا في البصل هتبقى طعمها جميل وريحتها اجمل الفرخة. بنقطع البصل بالطريقة دي. كل الكمية انا استخدمت 4 بصلات حجمهم متوسط، تقدروا طبعا تزودوا او تقللوا. احنا مش هنستخدم النهاردة خضار خالص في الصينية بتاعتنا، هنستخدم الفرخة مع البصل وبس كده. هجيب الصينية اللي انا هستخدمها وبعدين هحط فيها شوية زيت، يعني حوالي ملعقتين كده. وبعدين هجيب البصل اللي انا قطعته وهحطه في الصينية. احنا مش هنستخدم مواعين كتير النهاردة ولا هنتعب نفسنا، هي بس الصينية دي. حطيت عصرة ليمونة كاملة ونص ملعقة فلفل اسود وملعقة صغيرة كزبرة، وهضيف ملعقتين صغيرين من السماق. السماق ده بيديني طعم جميل جدا جدا. لو مفيش ممكن بديله دبس الرمان، لو مفيش ممكن تضيفوا هي عصرة الليمونة الكاملة دي وخلاص، يعني لو مفيش باقي الحاجات دي. بعدين ضفت ملعقة صغيرة من خلطة البهارات اللي أنا لسه منزلها لكم، وبعدين ضفت الملح، ودي بديل الصويا صوص اللي احنا عملناه مع بعض، فاكرين؟ لو مش عندكم بديل الصويا صوص ده ممكن تضيفوا الصويا صوص طبعا لو متوفر، يعني ملعقتين كبار، أو ممكن تضيفوا ملعقة عسل أسود أو ملعقة عسل نحل، أو ممكن تضيفوا ملعقة صغيرة سكر. كل الاختيارات دي هتؤدي نفس الغرض عشان متحيروش نفسكم. بعدين قلبت البصل في التوابل والحاجات اللي انا ضفتها دي كلها، وبعدين ابتديت اغلف الفراخ كويس جدا جدا. على فكرة لو مش عندكم التوابل اللي انا قلتها دي برضو ما تحتاروش، يعني ممكن تضيفوا فلفل اسود وكزبرة وملح واي توابل انتوا بتحبوها، سواء بهارات فراخ او بهارات لحمة. اي توابل انتوا بتحبوا طعمها هتبقى جميلة معاكم برضو في الوصفة دي. انا مش عايزاكم تحتاروا خالص، بحب اريحكم. هاخد البصل بالتوابل بالحاجات الجميله اللي احنا ضفناها دي، وهفضل ادعك الفرخه في كل حته، يعني ما تخلوش ولا ملي الا لما ندعكه كويس جدا بالتتبيله دي. والفراغات برضو هندخل فيها البصل بالتتبيله، لان احنا مش هنسيبها تتنقع في الحاجات دي، فاحنا محتاجين ان احنا نتاكد بس ان كل حته في الفرخه شاربه من الحاجات دي عشان تبقى جميله في الاخر. على فكره الحاجات اللي فيها سكريات دي والليمون الحاجات دي بتفتح الانسجه بتاعه الفرخه، فهتتشرب بسرعه من التتبيله دي. طبعا لو عندكم وقت ممكن تسيبوها في التتبيله دي نص ساعه، مفيش وقت يعني اعملوا زي. اهم حاجه بننضف كده الصينيه من كل حته بره وجوه عشان ما تتحرقش. كده خلاص الفرخه الجميله بتاعتنا بقت جاهزه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب فويل وهنغطيها كويس جدا جدا، وبعدين هندخلها الفرن. انا كنت مولعه الفرن وانا شغاله بتبل في الفرخه. بندخلها على فرن ساخن على درجه حراره 200، بحطها في الرف اللي في النص. طبعا بتاخد وقت قد ايه في الفرن ده على حسب حجم الفرخه بتاعتك. انا الفرخه كانت 1300 جرام فاخدت حوالي ساعه، فممكن تاخد معاكي من ساعه لساعه وربع. بعد ساعه بنكشف الفويل وبنشوفها اذا كانت استوت خلاص زي الفل. بجيب الفرشه وببتدي اخد من الصوص الجميل بالبصل المكرمل ده اللي نازل من الفرخه، وببتدي ادهن الوش من فوق كده علشان تاخد لون جميل. بعد ما هدهن الوش هدخلها تحت الشوايه، وهلف الصينيه، يعني كل شويه الف الصينيه علشان تاخد لون جميل كل القطع بتاعه الفراخ. كده خلاص انا دخلتها تحت الشوايه، بتاخد حوالي 7 دقايق بالظبط، وبعدين بتخرج بالشكل الجميل اللي قدامكم ده. عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت، ريحتها جميله جدا جدا وطعمها رائع. يعني ولادي قالوا لي احلى طريقه عملتيها دي للفراخ. يعني الحمد لله ان كل الطرق اللي انا بنزلها لكم، يعني اشكرك يا رب، كلها جميله. كل طريقه بيقولوا لي ان هي احلى من التانية، الحمد لله. فجربوا الطريقه دي وباذن الله باذن الله هتعجبكم.
بصوا بقى، انا بحب اعمل الحركه دي، بسخن قطعه فحم كده وبحط عليها نقطتين سمنه، وبعدين بغطيها بنفس الغطا اللي انا سويت بيه ده يعني، وبسيبها متغطيه كده حوالي 10 دقايق. الحركه دي بتفرق كتير جدا، طبعا بتفرق 180 درجه في طعم الفراخ، فما تكسلوش وجربوها. تحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ كده من عند الحاتي، بتفرق كتير جدا جدا. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، والتحمير بتاعها في منتهى الروعة والجمال. لو حابين تقلبوا الفراخ على الناحية التانية برضو تحت الشواية مفيش اي مشكلة. انا قدمتها مع رز بالشعرية، او ممكن تقدموها مع رز بلسان العصفور، او ممكن تعملوا مكرونة بالصلصة. بصوا بقى شكل الفراخ يجنن. كمان البصل المكرمل ده برضو يعني طعمه في حتة تانية خالص. بصوا طعمها وريحتها يعني حاجة كده فاخر من الآخر. جربوا الوصفة دي وما تكسلوش، تعتبر من الوصفات المنجزة، يعني احنا كلها في تجهيزها، في تتبيلها، في تقطيعها، ما اخدتش دقايق، يعني الوقت كله احنا سيبناها في الفرن وعشنا حياتنا عادي يعني. بصوا بقى شكل الرز مع الفراخ طبعا يجنن. الصينية بتحكي عن نفسها، مش محتاجة شرح مني. البصل المكرمل ده ممكن برضو ناكله بالعيش برضو يعني، طعمه لذيذ جدا جدا. الفرخة انا هقطعها معاكم دلوقتي عشان تشوفوا شكلها ايه من جوه. انا عارفة ان انتوا بتستنوا اللحظة دي. بصوا دايبة وناعمة، مش محتاجة اي كلام. طعمها جميل جدا جدا، سواء انتوا هتاكلوها بالعيش او سواء هتاكلوها بالرز. ولو وصلتوا لغاية هنا أنا بشكركم فعلا من كل قلبي إنكم مكملين معايا للآخر. ما تنسوش بقى تحطوا لي رأيكم في الكومنتات، علشان أنا كل مرة ببقى مستنية أعرف رأيكم. وما تنسوش برضو تعملوا لايكات كتير للفيديو، لأن بجد اللايك بتاعكم ده بيفرق معايا كتير وبيشجعني وبيفرحني. بحبكم من كل قلبي.